ما حكم زيارة الأضرحة والطواف بها والنذر لأهلها؟ زيارة الأضرحة جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مظعون وضع عنده عند قبره صخرة عظيمة، وكان يقول: هذه أعلم بها قبر أخي. وكان يزوره ويزور حمزة في سفح أحد، وكان صلى الله عليه وسلم يزور البقيع، وكله أولياء. أما حكاية الطواف بها، هي ما بيبقاش فيه طواف، هو بيبقى فيه دخول علشان تعمل انه يخرج من الناحية الثانية، لكن ما تطوفش بها بمعنى انك تجعلها كالكعبة. محدش كده بيعمل كده، ما شفناش. اذا شفتوا حد بيعمل كده قولوا له اختش، عيب. والنذر لأهلها، يعني نذر لأهلها دول المقبور ليس له حول ولا قوة، ده غاية المراد من رب العباد أنك تنذر وتدعو الله أن يصل مثل ثواب هذا النذر لمن في القبر. يعني هو محتاج إليك، يعني قاعد هو دلوقتي مستنيك على ما تدعي له، أو ولد صالح يدعو له. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منهم الولد الصالح الذي يدعو له. فلو دعوت له، أو أنك صدقة جارية عملتها ودعوت الله أن يهب ثوابها للآخر، لكن ده بيقول العجل ده للحسين، ما بيقولش لله ثم للحسين. جاء انه يختصر الكلام اختصارا لما اخرجه البخاري رضي الله تعالى عنه عن سعد انه جعل بئرا في سبيل الله، فقال: هذه لأم سعد، ولا لله؟ رواية البخاري ايه؟ لأم سعد. واحنا ملتزمون بالكتاب والسنة، انما ليالي المبتدعة يقول لك بس ابن القيم بعد ما اقول له قال رسول الله قال السلف الصالح الكبار من الصحابة، يقول لي بس ابن تيمية الله. طب ابن تيمية وابن القيم علمونا انه اوعى الا الكتاب والسنة. طب ما جايبين اهو الكتاب والسنة، مالك بتحركوا ليه؟ قال: هذه لأم سعد، أخرجه البخاري. قال لي ما احنا مرة كان الشيخ سيد الله يرحمه، سيد كان الحق بتاع السيدة، كان قاعد مع الشيخ حامد الفقي الله يرحمه، كان الشيخ حامد الفقي يقول لك ده الشرك، والشيخ سيد قال له: والله يا مولانا شيخ البخاري بتاع سعد بن أبي وقاص لما عمل البير وقال هذه لله، فالشيخ حامد قال له: ايه ده؟ لا، هذه لأم سعد. قال له: لا يا شيخ، ده قال هذه لله. قال له: يا مولانا لأم سعد، هات الكتاب. قال له: هات الكتاب يا ولد. قال له: متهيألي انها لله. قال له: لا، لأم سعد. قال له: طب ما تقول له روح، ما تقول له روح، هذه لأم سعد، ما تقول له روحك. فالراجل ذبح ذبيحة لسيدنا الحسين، معناته انه بيتقرب بها لسيدنا الحسين. هو سيدنا الحسين اله ولا حد عبده؟ ده سيدنا الحسين انسان مخلوق بس مشرف بالنسب الشريف، فهذا بيذبح لله، يوزع للفقراء، والثواب بيروح لسيدنا الحسين. وحش انك تدعي لسيدنا الحسين، ده انت قاسي بقلب قوي يا اخي، ده حاجه غريبه الشكل. طيب